بيبدأ الفيلم بهاروني الملبوسة بشيطان مؤذي ومش عايز يسيبها. فالشيخ بيحاول يخرجه منها بس الشيطان معاند معاه ورافض ان هو يسيبها. بعدها جابوله مراية علشان الشبح يتنقل للمراية ويخرج من جسمها، بس هو برضو كان أرخم منهم وكسر لهم المراية وكان بيتحداهم ان هو مش هيخرج منها. فبعدها بنرجع فلاش باك علشان نعرف ايه حكايتها مع الشيطان، وبنعرف ان اختها هانم عندها مرض في عينيها ونظرها هيروح، فلو ما عملتش العملية دي هتبقى كفيفة، وهم اصلا مش معاهم تمن العملية. فاختها هاروني كانت بتطمنها ان هي هتجيب فلوس العملية حتى لو هتعمل اي حاجة. بعدها بنرجع تاني لهاروني وهي ملبوسة، فجابولها الدكتور ولقاها حالتها صعبة، فقال لهم ان هاروني مش محتاجة دكتور عادي، دي ملبوسة من شيطان او شبح شرير، وان هو وعيلته بيفهموا كويس في العلاج الروحاني وبيعرف يعالج السحر، فهو هيساعدها. وتاني يوم عملوا لها جلسة، فالاشباح حضرت عليها وما كانتش عايزة تسيبها. بعدها هاروني نطت من البلكونة وهربت منهم، فهم جري وراها علشان يمسكوها. وهانم الكفيفة فضلت لوحدها في البيت، فبدأت تسمع أصوات غريبة وتحس إن في حد موجود معاها في البيت، فهي خافت وكانت رايحة تشوف مصدر الصوت. فجأة طلع لها الشبح قدامها، فهي حست بيه بس ما كانتش شايفاه، وهاروني تحت لسه بتهرب منهم، فنطت في المية وهم راحوا علشان يمسكوها. وقال لهم ان هي نزلت المية علشان حاسة ان جسمها بيتحرق، فبدأوا يقروا عليها علشان يسيطروا عليها ويعرفوا يخرجوها، لحد ما فعلا قدروا ان هم يسيطروا عليها ويرجعوها البيت، وطمنوا امها ان هم هيفضلوا ورا الشبح ده لحد ما يخرج. فامهم اتصلت بقريبتهم سكمة، ودي ليها علاقة بالدجالين والسحرة، وطلبت منها ان هي تساعدها تعالج هاروني من السحر اللي هي فيه، فقالت لها اكيد هساعدك. بعدها السكمة بتفتكر لما هارون جات لها زمان، فطلبت منها ان هي تديها ابر سحر علشان يبقى معاها فلوس كتير، وان هو ده سبب اللي هي فيه دلوقتي. بعدها بنرجع للدكتور اللي وهو قاعد في العيادة الاشباح زارته وكانت بتحرك الحاجات لوحدها. بعدها المراية اتكسرت، فخد حتة مراية وكان بيبص فيها، فالشبح ظهر له في المراية، فلما بصلها اختفت بسرعة. بعدها راح يدور على الشبح، فالسرير اتحرك وفضل يخبطه. بعدها الشبح بنفسه جاله، بس الدكتور كان من كتر الخبط اغمى عليه. فبعدها بنرجع تاني لهاروني وهي مربوطة ومحبوسة، فبتبدأ تسمع أصوات وبتبدأ تشوف أثر إيدين على الحيطة وعلى الأرض، لحد ما الشبح بتجيلها تاني، وبعدها بتفضل تعذبها وبتبدأ تعض جسمها وتقطعه. فجابولها الدكتور تاني وسيطر عليها، وبعدها شاف أثر الإيدين على الحيطة، فده أكد له إن الشبح جالها. فجات لهم سكمة علشان تطمن وتساعد هاروني، فحكت لهم إن هي من فترة هاروني جات لها ونامت عندها، بعدها طلع لها الأشباح طول الليل. والتاني يوم لقيت إن هاروني بقى شكلها شبه الأشباح، فهي خفت منها وما اتكلمتش معاها خالص، وهاروني بيحصل لها حاجات غريبة، فهي متأكدة إن اللي حصل لهاروني ده بسبب الإبر السحرية اللي هي خدتهم، علشان هاروني لقيت إن في واحدة شغالة معاهم اسمها أمل، كانت بتاخد إبر سحرية وبقى معاها فلوس كتير، علشان كده هاروني قلدتها وخدت الإبر دي علشان تبقى غنية ومعاها فلوس كتير. وبعدها عرفت إن هاروني بيحصل لها حاجات غريبة وبتسمع أصوات غريبة وبتشوف أشباح، فهي خدتها وودتها للساحر اللي عمل لها السحر علشان يعالجها منه. ولما راحوله لقيوه إن هو سرق فلوس الناس وهرب من المكان. وحتى إيميل كمان حالتها بقت سيئة، لحد ما في يوم لقيوها ميتة بطريقة مش طبيعية، وكان طالع من جسمها ريحة وحشة قوي. وعرفوا ان هاروني من شروط السحر علشان تتحقق لها ان هي لازم تستحمى بمية غسلوا بيها حد انتحر. فالدكتور قال لهم ان هو هيدور على جثة الشخص اللي انتحر، وهاروني استحمت بمية غسله علشان روحه سكنت جسمها وهي دلوقتي روحه مش مرتاحة. بعدها سكمة بتسيبهم وتمشي، فوهي مروحة العربية بتعطل منها،
ولما بتفتحها بتلاقي فيها كمية شعر كتيرة، وبتفضل تشيل فيهم لحد ما بيخلصوا وبترميهم. بس برضو العربية ما اشتغلتش، ولما بتبص في المراية بتلاقي ان الشبح واقف وراها، ولما بتنزل تبص عليه مش بتلاقي حاجة. ولما بترجع العربية تاني بتسمع صوت خبط جامد في العربية. بعدها الشبح بتنزل لها على ازاز العربية من قدام، وفي اللحظة دي العربية بتشتغل وبتقدر تهرب من المكان. بعدها بنرجع لهاروني اللي هانم دخلت لها وكانت بتعتذر لها ان هي السبب اللي هي فيه، ونفسها ترجع طبيعية. وفجأة حضر الشبح على هاروني وهجم على هانم، بس هانم ما كانتش خايفة وكانت بتحاول تطرده منها. فلما نامت بدأت تحلم بالأشباح، ولما صحيت بدأت تسمع أصوات في البيت كله وما كانتش لاقية حد. بس هي كانت متأكدة إن الأشباح موجودين معاها في البيت وفي الأوضة كمان. واللي أكد لها أكتر من كده إن الأشباح قربت منها. بعدها الأشباح سابتها وراحت للدكتور وكانت بتظهر له. بعدها مشي ورا الشبح ودخل كهف الأشباح، ولقي إن الشبح موجود فيه. فالدكتور كان بيتحداه وكان بيطلب منه إن هو يخرج من جسم هاروني، بس الشبح كان رافض وراح مسكه ضربه. بعدها صاحبه كلمه وقال له إن هما لقيوا 3 ستات انتحروا في الشهر ده. فالدكتور اتأكد إن اللي هي استحمت بمية غسلها واحدة من ال3 ستات دول. فراحوا يقابلوا أهالي الستات اللي انتحرت وجمعوا معلومات عنهم، فقدروا يوصلوا للست اللي انتحرت وهي اسمها ليلي، وانتحرت علشان خطيبها رملان سابها قبل فرحها بأيام واتجوز واحدة تانية، فهي مستحملتش الصدمة وانتحرت. فخدوه وراحوا لهاروني ولقيوا روح ليلي مسيطرة عليها وكانت بتحاول تقتل هانم. فراح لها رملان وكان بيعتذر لها ان هو سابها قبل الفرح بأيام واتجوز واحدة تانية. فهي لما شافته اتجننت وكانت عايزة تقتله وتقتلهم كلهم. فالدكتور بدأ يقرأ عليها قرآن، وده اللي جنن الروح اكتر وبدأت تكسر كل حاجة في البيت. وفضل يقرأ لحد ما سيطر عليها وهديت. وبعدها حبس رملان في قفص علشان يبعدوا الروح ليلي عنه. وفعلا الروح جت وكانت بتحاول تدخله القفص، فالدكتور كان بيمنعها والوضع بقى هادي. فهم اطمنوا ان هم خلاص خلصوا منها، بس لسه ما خلصوش، علشان فجأة طلعت له فوق القفص وكانت بتحاول تشده من رقبته وتقتله. وهو بصراحة يستاهل، بس للأسف قدروا ان هم ينقذوه منها. وكانت كل شوية بتجيلهم في حتة مختلفة، وهم برضو كانوا بيطردوها وبيقضوا عليها. وبعدها هجمت على الدكتور تاني، بس بعدها اختفت على طول. وبعدها راحت لرملان تاني علشان هو ابن حلال ويستاهل الأكل، وبرضو كانوا بيحاولوا يسيطروا عليها لحد ما في تاني مرة قدروا ان هم ينقذوه، وقدروا ان هم يطردوا الشبح وهاروني بقت تمام. وبعدها بتمر الأيام وهانم بتتعالج وبتشوف وبتتجوز الدكتور. بس التويست بعدها ان الكل افتكر ان الموضوع خلاص انتهى، بس بنكتشف ان كيان الشرير لسه موجود ومنتهاش، ولسه الشبح لابس هاروني، وان اللعنة موجودة ولسه منتهتش علشان ترجع تنتقم منهم تاني. وبس كده يكون خلص ملخص فيلمنا.